الحقني العربيه باظت مني. مالها؟ ايه اللي باظ فيها؟ مش عارف، انا جيت بشغلها لقيتها ما بتشتغلش كده مره واحده. ما تقلقش، انا اقول لك تشغلها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من تاني ومعاكم أحمد عبد المحسن. النهارده جايين نكمل سلسلة فيديوهات تعليم الأوتوماتيك اللي كنا بدأناها معاكم قبل كده. النهارده جايين نتكلم على شوية حاجات ممكن يكون اللي كان بيعلمك في البداية ما قالكش عليهم، وهي حاجات مهمة جدا، وبسببها بنلاقي ناس بتكلمنا كتير وتقول لنا أنا حصل معايا مشكلة في العربية بسبب إيه؟ طيب أنا مش عارف، أنا باجي أشغل العربية لقيت العربية ما بتشتغلش معايا، أنا مش عارف أمشي بالعربية كويس، أنا بعمل مشاكل كتير بالعربية. كل الحاجات دي بتحصل بسبب إن اللي بيعلمك في البداية ما بيقولكش عليهم. خلينا النهارده نيجي نتكلم عليهم ونشوف هنعملهم ازاي بشكل كويس. اول حاجه واهم حاجه وهي تشغيل العربيه. انا لما اجي اشغل العربيه ليها قواعد عشان تشتغل بيها. بمعنى ايه؟ بمعنى بنلاقي ناس كتير جدا بتكلمنا وتقول لنا انا العربيه باظت مني. طب يعني ايه العربيه باظت منك؟ ايه مفهوم اصلا العربيه تبوظ منك؟ يقول لك انا باجي اشغل العربيه بمفتاح والعربيه مش بتشتغل. طب العربيه بتدور ولا ما بتدورش؟ المفتاح بيلف ولا ما بيلفش؟ كل دي حاجات مهمه جدا. انا دلوقتي باجي اشغل العربيه، المفتاح اصلا لو ما بيلفش فدوت مش عيب في العربيه، ده كل اللي بيحصل ان اللوك بتاع الدركسيون بيكون اتقفل. يعني ايه اصلا اللوك بتاع الدركسيون؟ المفتاح لما بنيجي نشغل بيه العربيه بيبقى فيه 3 لفات. اول لفه في البدايه ديت بتاعت اللوك بتاع الدركسيون عشان تفك اللوك بتاع الدركسيون. طب انا بفكه، هو اصلا اللوك ده بيقفل ازاي؟ اللوك ده المفروض ان انت بعد ما بتشيل المفتاح بتاع العربيه خالص بتمسك الدركسيون وتلفه يمين جامد او شمال جامد، بيبتدي ان هو يعمل لوك. المفروض الحركه ديت احنا بنعملها بعد ما بنبطل العربيه او بعد ما بنشيل المفتاح عشان العربيه ما تتسرقش. ناس اصلا ما تعرفش الموضوع دوت وما تعرفش ان في لوك اصلا في الدركسيون، فيجي وهو بينزل من العربيه يسند على الدركسيون ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، فاللوك بتاع الدركسيون بيقفل وهو ما خدش باله. يجي يقفل العربيه ويروح مشواره ويخلص مشواره ويجي يركب العربيه يحط المفتاح، يجي يدور يلاقي ان المفتاح اصلا ما بيلفش. طب المفتاح ما بيلفش ليه؟ ما انا كنت لسه سايبك كويسه وما كانش فيك اي حاجه خالص. هو ما حصلش مشكله في العربيه بس اللوك بتاع الدركسيون قفل. طب انا افتح اللوك بتاع الدركسيون ازاي؟ عن طريق ان انا بحط المفتاح في الطبله بتاعته، ولو جيت تلف المفتاح هتلاقيه ما بيلفش اكنه مش بتاعها. فساعتها بتمسك الدركسيون وتحاول تهز الدركسيون بالراحه ناحيه اليمين او الشمال وتفتح المفتاح، يعني الاثنين في نفس الوقت. ان انا بفتح المفتاح وبهز الدركسيون ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، فبلاقي ان اللوك بتاع الدركسيون فتح. وديت اول تكه بالمفتاح. يعني المفتاح بيبقى فيه 3 تكات، دي اول واحده بيه. تاني واحده طبعا اللي هي بتاعه الكونتاكت اللي هي بتاعه الكهرباء بتاعه العربيه، وتالت واحده اللي بتشغل العربيه. دول مفيش مشكله فيهم، بس انا دايما ببقى متعود ان انا بحط المفتاح بلف على طول العربيه بتشتغل. نيجي لتاني حاجه بقى عندنا وهي برضو ان حد يكلمنا ويقول لنا برضو انا العربيه عطلت مني. طيب المفتاح بيلف؟ يقول لك لا انا المفتاح بيلف معايا تمام، بس مفيش صوت المارش. صوت المارش بتاع العربيه او صوت تدوير العربيه ذات نفسه مش بيطلع، يعني العربيه ما فيهاش كهرباء اصلا ان هي تدور. معظم الناس في سواقتهم يجي يكون ماشي بالعربيه على الدي ويخلص مشواره ويجي يركن العربيه تمام مفيش اي مشكله، وبعد ما يركن العربيه يقوم جاي سايبها على الغيار اللي كان ماشي عليه ويبطل العربيه ويسيبها ويمشي. يعني وليكن هو كان ماشي على الدي، يقوم جاي سايبها على دي زي ما هو ويقفل العربيه وياخد بعضه ويمشي. طيب ماشي مفيش مشكله لغايه دلوقتي. يجي بقى يركب العربيه يحط المفتاح ويجي يدور يلاقي ان العربيه ما بتدورش. ايه ده؟ طب ما انا كنت سايبك كويسه، ايه اللي حصل لك؟ هل العربيه باظت؟ لا العربيه ما باظت. بس الفكره في العربيات الاوتوماتيك ان العربيات الاوتوماتيك ما فيهاش سيفتي قوي زي العربيات المانوال. يعني العربيات المانوال فيها الدبرياج، فانت لو جيت تشغل العربيه وهي واخده غيار بيمشيها ودوست دبرياج فانت فصلت الحركه فما فيش مشكله حصلت. لكن العربيات الاوتوماتيك ما فيهاش الدبرياج اللي بيفصل ويوصل الحركه مانوال، هي اصلا كلها اوتوماتيك. طيب انا اتفادى الموضوع دوت ازاي او اشغل العربيه ازاي اصلا؟ فعشان كده العربيات الاوتوماتيك ما بيسمحلكش اصلا ان انت تشغلها وهي على غيار. يعني المانوال ممكن تشغلها وانت على الاول او الثاني او الثالث، بس لو شغلتها وهي على غيار المانوال العربيه هتنط معاك وتتحرك لان انت جايب لها غيار بيمشيها. فالاوتوماتيك نفس الفكره، انت لو جايب الدي وجيت تشغلها المفروض العربيه تمشي على طول. دي حاجه مش سيفتي خالص، دي حاجه مش امان خالص. لان انت دلوقتي لو في حد واقف قدامك وانت جيت تشغل العربيه مثلا على الدي، العربيه خلاص طلعت وخبطته، انا مش عايز اخبطه. فعشان كده يبتدي ان هو يفصل لك الكهرباء عن اي غيار بيمشي العربيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو حطيت العربيه على الدي وجيت تشغل العربيه مش هتشتغل، لو حطيت العربيه على الار وجيت تشغل العربيه برده مش هتشتغل. اما العربيه تشتغل على ايه؟ تشتغل على حاجه بتوقفها اللي هو البي او الان. يعني انا لو عايز اشغل العربيه لازم الفتيس او لازم الجير بوكس يكون على حاجه بتوقفها، يكون يا اما على البي يا اما يكون على الان.
دول الاتنين اللي بيوقفوا العربيه. نيجي بقى لاهم حاجه في الاوتوماتيك، وانا شخصيا بعاني منها جدا جدا جدا، مش بس مع الناس اللي في بدايه سواقتهم، لا مع الناس اللي محترفه كمان في السواقه والناس بتسوق بقالها سنين، وهي حطت رجلي على الفرامل. يعني ايه احط رجلي على الفرامل؟ يعني اقول لك، انا طول ما احنا ماشيين بنشوف ناس تبقى حاطه رجليها على البنزين طول ما هو ماشي بسبب وبدون سبب، فيحصل معاه اي موقف مفاجئ، عربيه تقف قدامه، حد يعدي السكه من قدامه، فبدل ما يشيل رجله من على البنزين ويحطها على الفرامل، لا هنا بيدوس على البنزين اكتر، بيتفجع فبيدوس على البنزين اكتر، فالسرعه بتزيد اكتر، فالمشكله بتزيد اكتر. المفروض طول ما انا ماشي بالعربيه رجلي تبقى ساندة على الفرامل مش ساندة على البنزين. رجلي ما تتحطش على البنزين الا في حاله واحده بس، ان انا عايز ادوس عليه، عايز ازود السرعه، عايز اجري اكتر بالعربيه، فساعتها احط رجلي على البنزين. باستثناء كده المفروض دايما رجلك محطوطه على الفرامل وساندة على الفرامل، طبعا لاي موقف مفاجئ ممكن يحصل معاك. والله في حاجه حصلت، دوس على الفرامل. ما فيش حاجه حصلت، انت كده كده العربيه ماشيه اصلا، انت مش دايس عليها، انت بس ساند رجلك عليها، بحيث ان اي موقف او اي حاجه مفاجاه ممكن تحصل معاك، فساعتها هتدوس على الفرامل مره واحده فالعربيه هتقف بسرعه، فما فيش مشكله حصلت خالص. يبقى انت تجنبت المشكله من قبل اصلا ما تحصل. ساعات كتير نشوف في الملفات بالذات كمان ان حد يكون بيلف وسند رجله على البنزين، فيجي يلاقي ان المكان مش هيجيبه فيتخض، فيقوم جاي دايس بنزين اكتر، فالعربيه لا قدر الله تلف اكتر وتطلع فوق الرصيف او تدخل في اي حد او كده. فعشان كده عشان نتجنب كل المشاكل بتاعه الحركه ديت، او بتاعه ان انا ممكن اتخض او ان انا ممكن ادوس على الموضوع دوت مره واحده، فساعتها تسند رجلك على الفرامل طول ما انت ماشي، ما تحطهاش على البنزين نهائي الا في حاله ان انت عايز تزود سرعه، عايز تجري اكتر، ساعتها مفيش مشكله، حط رجلك على البنزين بقى عادي.